الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله إمام المجاهدين والغر المحجلين. نحن الآن نقف أمام قبر أمير من أمراء المؤمنين الذي وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم: نعم الأمير ذلك الأمير ونعم الجيش ذلك الجيش. هذا الحديث الذي قال الرسول صلى الله عليه وسلم بشر به بفتح القسطنطينية وروما، فقال: ستفتح عليكم القسطنطينية ثم روما. فقالوا: يا رسول الله أيهما أول؟ قال: القسطنطينية، فنعم الأمير أميرها ونعم الجيش ذلك الجيش. فانطبق الحديث على محمد الفاتح الذي نحن الآن نقف أمام مقامه. سلام عليك أيها الأمير، سلام عليك أيها القائد العظيم، سلام عليك يا من فتح الله عليك وفتح على يديك القسطنطينية لتصبح موحدة لله رب العالمين. سلام على أجدادك السلاطين، سلاطين بني عثمان، سلام عليهم أجمعين. سلام على أحفادك، سلام على أبنائك، يا من حميتم الإسلام يا بني عثمان، يا من رفعتم راية التوحيد في أعماق أوروبا. يا سلام عليكم يا من حميتم ديار المسلمين 600 عام، فجاء القوميون لعنة الله عليهم أجمعين ليحطموا دولتنا ويمزقوا رايتنا ويجعلونا في الأذلين. سلام عليك يا محمد الفاتح، سلام على سلاطين بني عثمان، سلام عليهم أجمعين، ولعنة الله على القوميين الذين هدموا دولتنا ومزقوا رايتنا. فهذا أمير من أمرائنا وقائد من قادتنا، صنع لنا عزا، صنع لنا مجدا نفتخر به. سلام عليك في الخالدين أيها الفاتح العظيم، نترحم عليك يوميا ونذكرك كأنك تعيش بيننا. سلام عليك أيها القائد، ما طل من وراء القرون يا محمد الفاتح لترى ماذا فعل فينا القوميون. أذلونا، مزقونا، مزقوا رايتنا، جعلونا أضحوكة الأمم ومهزلة التاريخ. الذين أنت هزمتهم في القسطنطينية يا أحفادهم الآن يذلوننا ويتحكمون بنا بسبب هؤلاء القوميين الذين أذلونا وأخرجونا من التاريخ الذي أنت صنعته، وأنت الذي أدخلتنا منه فيه كما سبقك من الأبطال العظام في تاريخنا. سلام عليك يا أيها القائد العظيم، وإن شاء الله تكون أنت في جنات النعيم مع الصديقين، مع النبيين والصديقين والشهداء، وحسن أولئك رفيقا. سلام عليك أيها البطل العظيم، سلام عليك في الخالدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.